محدش كان قبله، وهي طبعا عشان خايفة من الأذية بتاعته أخدته يعيش عندها. كانت بتصرف عليه، آكل شارب نايم شارب كل حاجة، ما كانتش بتتكلم معاه. كذا مرة كان بيهددها إن هو يخلص عليها لو ما صرفتش عليه، لو ما جابتلوش الكيف بتاعه والسجاير. ما كانتش بتقول لابنها أي حاجة عشان خاطر خايفة على ابنها. كانت بتحكي لبنتها اللي متجوزة، كانت بتحكي لأختها. اتصل ببنتها وقال لها إن هو هيخلص عليها عشان خاطر هو مخنوق منها لأنها بتسمعش كلامه، ما بتجيبلوش علبة السجاير، ما بتجيبلوش الكيف بتاعه. وفعلا نفذ وعده، وفي يوم من الأيام وهي بتعمل له الطفح عشان يطفحه، للأسف الشديد قام جايب كوريك، وطبعا ده كلام النيابة مش كلامي وكلام بنتها عشان محدش يطلع يقول لي أنت بتفتي. جاب كوريك وحط مخدة على دماغها وفضل يضرب فيها. ومش كده وبس، ده نزل طبعا بعد ما عملوا دوشه مع بعض وعملوا يعني مشاكل مع بعض، ان هو بيقول لها هاتي اجيب علبه سجاير، هو معهوش، هي معهاش فلوس،